الدنيا ليل والنجوم طالعة تنورها، نجوم تغير النجوم من حسن منظرها. الدنيا ليل والنجوم طالعة تنورها، نجوم تغير النجوم من حسن منظرها. اللي بدأت الفنون وفي ايدكوا اسرارها، اللي بدأت الفنون وفي ايدكوا اسرارها. دنيا الفنون دي جميلة وانتوا اصغرها، والفن لحن القلوب يلعب بأوتارها، والفن دنيا جميلة وانتوا أنوارها. أكاديمية الفنون صرح أكاديمي منوط بتعليم الفنون المختلفة. هو المورد الأول والشرعي والوحيد في الشرق الأوسط اللي بيخرج جموع الفنانين باختلافهم. يعني احنا عندنا المعهد العالي للفنون المسرحية بأقسامه المختلفة، المعهد العالي للسينما بأقسامه المختلفة، المعهد العالي للموسيقى العربية، المعهد العالي للباليه، المعهد العالي للكونسرفاتوار، المعهد العالي للفنون الشعبية، المعهد العالي للنقد الفني، المعهد العالي لفنون الطفل. 8 معاهد عليا و4 مدارس: مدرسة الباليه، مدرسة الموسيقى العربية، مدرسة الكونسرفاتوار، مدرسة التكنولوجيا التطبيقية. الدخول بالنسبة لجميع معاهد الأكاديمية يبقى بالثانوية العامة أو ما يعادلها زي الاي جي والامريكان بعد اجتياز اختبارات القبول. بيبقى عندنا شرطين أساسيين متحددين بنحددهم في كل مجلس أكاديمية، الشرط الأولاني هو شرط السن، والشرط الثاني هو شرط المجموع. وما عدا ذلك بيجتاز اختبارات القبول، وهي الشروط الأساسية لدخول أي معهد من معاهد الأكاديمية. لأنه الحقيقة في حقيقة الأمر ما ينفعش ان اي حد يخش اكاديميه الفنون وهو مش موهوب، لان الاساس عندنا هو الموهبه. ان احنا عندنا مدارس، المدارس دي بتستقبل الطلاب، عندنا نظامي وغير نظامي. النظامي بيستقبل الطلاب المعهد العالي للباليه من سنه 4 ابتدائي، المعهد العالي للكونسرفاتوار من 3 ابتدائي، المعهد العالي للموسيقى العربيه من اولى ثانوي، تكنولوجيا التطبيقيه بعد الاعداديه. 75 واحد اول مره. قلنا اكشن، ما تخش يا منير، انت بتاني عزومه. انت مش بتقول انك بتشتغل في السينما؟ راح يشتغل في القرنص عشان يجيب فلوس. واقف مستعد للموت. مفيش حاجه اسمها حريه شخصيه. انا احلام ستوب. المعهد العالي للسينما اللي في مصر يتبع اكاديميه الفنون هو المعهد او المكان الدراسي الوحيد المتخصص في الدراسات السينمائيه على مستوى الوطن العربي كله، اللي بيدرس 4 سنين سينما. معهد سينما لما انشئ سنه 59، كانت السينما بقى لها اكتر من 59 سنه موجوده في مصر. يعني احنا يمكن تاني عرض سينمائي على مستوى العالم كان في اسكندريه، وبالتالي احنا عريق. السينما المصريه سينما عريقه جدا. كان الدخل القومي بيعتمد على القطن يليه السينما، وبالتالي السينما مصدر رئيسي لكده، غير انها مصدر يعني ثقافه الوطن العربي اعتمدت على السينما المصريه بشكل كبير. كان من اهم منجزات ثوره 52 في المجال الثقافي كان تتويج الحقيقه للسينما المصريه وللانجازات اللي حصلت في السينما المصريه. يعني استوديو مصر لما اتعمل الله يرحمه طلعت حرب، استاذ طلعت بعت استاذ محمد كريم وعبد العزيز فهمي، بعتهم بعثات. واحد اتعلم اخراج في المانيا والتاني اتعلم تصوير، ورجعوا كانوا هم بدايه فكره ان السينما فعليا بتدرس. وغيرهم من الرواد الاوائل اللي عملوا على ان السينما ما بتبقى تدرس بشكل اكاديمي، مش بشكل ايه يعني مش بشكل هوايه او مش بشكل فقط شغل عملي، ولكن بشغل اكاديمي. وكانت باكوره الدفعه الاولى كانت سنه 63. فيهم كتير، يعني مدحت السباعي الله يرحمه مثلا مشروع تخرجه هو اول فيلم روائي طويل عمله كويس. وكنت لسه بتكلم مع الطلبه في المحاضره ان هو مشروع تخرجه، هو عمل مشروع كان تخرج فكرته لطيفه جدا وخفيفه الروح زيه الله يرحمه، عن عسكري نحس كل ما بيوقفوه في حته بتتسرق، ففي الاخر وقفوه في الهرم فصحي الصبح لقاهم هرمين. احمد مكي مشروع تخرجه هو اول فيلم روائي طويل عمله اخراجه اللي هو الحاسه السابعه، ده لما عمله وهو في المعهد كان مكسر الدنيا.
انا بعت لمعالي رئيس الجمهوريه السيد عبد الفتاح السيسي، بعت له تقرير عن حاله المعهد العالي للسينما، وصورت له بعض اجزاء من المعهد وبعتها له. هو شافها، وبعدها مفيش ايام قليله ولقيته في اجتماع موسع قال ان احنا يجب علينا ان احنا نرجع ريادتنا في السينما، وان احنا ترجع مكانتها الكبيره تاني، وعلشان نبدا بده يجب علينا تطوير المعهد العالي للسينما. الاستجابه دي كانت بعد ايام قليله ما تتعداش اسبوع. لا عندنا رعاة رسميين ولا عندنا اي حاجه، كل ده من ميزانيه الدوله. واللي افتتحوا طبعا معالي دوله رئيس الوزراء بحضور معالي وزيره الثقافه ومعالي المحافظ وجموع من الفنانين والمختلفين في العناصر المختلفه في السينما، من ممثلين ومخرجين ومصورين ومنتجين خريجين المعهد وغير خريجين المعهد، وكذلك كل رؤساء مهرجانات السينما. طالب يدخل معهد السينما بعد 4 سنين ما بيخرجش بس مخرج عادي او مهندس صوت بس عادي او بيعرف يصور، او بيخرج مفكر سينمائي. المكنه دي طلعت اعظم تاريخ في سينما مصر، واللي خلت مصر رائده في المنطقه ومثال بيعلم شعوب كتير جدا، وكانت حضارتها هي من اهم الحضارات الفنيه، وطبعا من اهم الكيانات اللي بتقدم يعني مواهب وبتقدم فنانين يساهموا في استمرارية السيادة المصرية للسينما في المنطقة. هو معهد السينما هو اللي بيخرج الكوادر دي وبيخرج الفنانين دول. معهد سينما بقى ليه فرع في اسكندرية، وده مهم جدا لأن السينما أساسا لما ابتدت في اسكندرية، فإحنا محتاجين أكتر من فرع للسينما، لأن كم الشغف اللي عند الشباب إن هم يشتغلوا في السينما او يتعلموا في السينما بقى موجود، وبالتالي احنا مهم جدا ان احنا نهتم بيهم، لانه لو ما اهتمناش ان احنا نعلمهم السينما وازاي قوه السينما كقوه ناعمه، هنبقى في مشكله كبيره، لانه الميديا بقت سهله جدا في التعامل. اي حد يقدر يصور، اي حد يقدر يعرض افلامه على اليوتيوب او على السوشيال ميديا، وبالتالي احنا مهم جدا نعلمهم، لانه هي سلاح خطير جدا. المعهد ده اهم حاجه فيه الفصول الدراسيه، لان دي المكان اللي بيتلقى فيه الطالب تعليمه الاساسي، وعندنا الجانب العملي بقى في معامل وفي بلاتوهات وفي استوديوهات صوت وفي وحدات مونتاج ووحدات تصحيح الوان. لازم الطالب لما يتعلم عندنا يطلع يلاقي اللي تعامل معاه جوه المعهد هو اللي في سوق العمل، وبالتالي يبقى قادر ان هو يشتغل على طول. التكنولوجيا اللي احنا جايبينها تقريبا هي الليتست او هي الاكثر تطورا. يمكن الدراسه مش هتبقى الفكره انه الطالب يتعلم بس، لا، الطالب يتعلم ويطور في صناعه السينما. يعني معهد السينما معني مش بس بتعليم الطلبه فنون السينما، لا، هو معني كمان انه يطور صناعه السينما، لان اي مشكله في الصناعه على سبيل التقنيه بتبقى موجوده من معهد السينما. فاحنا الحمد لله تلافينا كل العقبات اللي كانت بتقابلنا السنين اللي فاتت. 25 واحد تاني مره. أكشن. يعني مع الوقت بقى اجباري ان احنا يبقى في حاجات جديده. لما انتشر الانتاج التلفزيوني دخل جزء من الفيديو او تقنيه الفيديو. المونتاج الرقمي لما ظهر ابتدى يعني يستعيدوا عن المونتاج المانيوال اللي هو بالميفيولا اللي هتشوفيها حضرتك جوه اول ما تدخلوا في المدخل. دي كنا بنحط شرايط الفيلم ونجري ده بقى دلوقتي كله ديجيتال او رقمي او على الكمبيوتر. معهد العالي للسينما في مصر عضو مؤسس في حاجه منظمه اسمها سيلكت. السيلكت دي اللي هي اختصار للمنظمه العامه لكليات ومعاهد السينما في العالم. احنا عضو مؤسس فيها من اول ما انشئت، وهي كل سنتين ليها اجتماع ويحضروا العمداء بتوع كل الكليات وبيتناقشوا في المناهج اللي بيدرسوها وتطوير مناهج والكلام ده كله. ومصر طول عمرها يعني سنه 91 كانت مصر ضيف الشرف في مهرجان ميونخ لافلام الطلبه. وافلام مهرجانات الافلام بتاعت الطلبه على فكره اكتر بكتير وفي منها اشهر بكتير من
مهرجانات الافلام الروائيه الطويله، يعني في مهرجانات مخصوص للافلام القصيره وبتاعه الطلبه. كان على الاقل بيشارك كل سنه مثلا مش اقل مثلا من 25 30 مهرجان، والطلبه بيسافروا، وكانت الوزاره بتتكفل بسفر الطلبه، وكان في مهرجانات كانت بتاخد طلبه اعضاء لجنه تحكيم. ف لا يعني من شأن المعهد من الحتت اللي اعتقد قد تكون اكتر من السينما الروائيه، الافلام بتاعت الطلبه اللي بتعرف العالم بره عننا اكتر. سنة أولى بيعودونا إن إحنا هنشتغل إزاي في السوق بشكل عملي أكتر من إن هو نظري، في مواد نظرية برضو، بس المعهد أكيد ضاف كتير بجانب برضو التدريب بره في لوكيشنز والكلام ده. بنيجي نخش السوق عامة يعني أو سوق العمل، المعهد بيأهل في شوية حاجات إن إحنا نبقى عارفين أساسياتنا الأول قبل ما نخش في تفاصيل يعني. أساسيات بقى من ناحية أساسيات الكاميرا نفسها من جوه، من ناحية أساسيات إضاءة، من ناحية إن أنا أبقى عارف يعني هختار كل حاجة في العناصر بتاعتي أنا كمصور سينمائي هي إيه. اي طالب عنده افكار جديده، عنده رؤيه جديده، هيقدر يحققها دلوقتي، لان احنا التكنولوجيا بتقدر تحقق له كل افكاره. كل اللي عليه ان هو يفكر ويخرج بره الاطار الكلاسيكي المتعارف عليه، لان دلوقتي العصر اللي احنا فيه محتاج افكار جديده، محتاج شكل للصوره جديد، لانه احنا ده اللي بنشوفه في العالم كله. لا، الطالب هيبقى عنده الحريه الكامله زي ما احنا مدينه الحريه الكامله من زمان، هنديله الحريه الكامله بقى في شكل الصوره اللي هو يشتغل عليها. عملت فيلم وانا في سنه اولى اسمه فريده عن سرطان الثدي. عن قصه بنت يعني عازفه التشيلو، وانا اخترت آلة التشيلو بالذات لان الآلة دي بتتحط على الثدي الشمال، فهي كان عندها مشكله في الثدي الشمال واستأصلته، فهي يعني اتولد ليها امل جديد او بقى عندها امل في الحياه بالآلة بتاعتها، لان الآلة بتاعتها دي كانت هي اللي بتعوض العضو اللي مش موجود، اللي استؤصل يعني. قاعة سيد درويش تاريخها من تاريخ أكاديمية الفنون، طبعا احنا كلنا عارفين ده، وكان دورها خدمي لطلبة الأكاديمية، انه طلاب المعاهد، معهد باليه، معهد كونسرفاتوار، بيقدروا يقدموا عروض عليها، واهليهم طبعا بيجوا يشوفوهم عشان يعرفوا المستوى اللي وصلوا له بعد دخولهم الأكاديمية يعني، ومستوى الدراسي، المستوى الفني اللي وصلوا له يعني في كل آلة او راقصين الباليه وهكذا. وكانت بتبقى الدعوة عامة للعروض دي، كانت الحفلات دي بتتم فيها على طول. وطبعا حضرتك لو شفتي افلام طبعا القديمه كلها معظم الاغاني متصوره في قاعه سيد درويش، حتى الفيلم الاستعراضي بتاع غرام في الكرنك متصور المفروض ان هو في قاعه سيد درويش. حتى برضو بالمناسبه مسرحيه العيال كبرت متصوره على قاعه سيد درويش، بس كانت طبعا احنا ما نعرفش لان هي كانت منقوله من الاسكندريه، والتصوير بتاعها بس هو اللي تم في القاعه. بعد تطوير القاعة، هو تم تطويرها من حوالي 11 سنة، من بعدها على طول ابتدى انه يبقى فيها كمان مش مقتصرة بس على طلاب الأكاديمية هم اللي قدموا عروض فيها، لا بقى في دلوقتي عندنا مركز تنمية مواهب المفروض بيقدم كل التخصصات، مش للطلبة اللي داخلين يدرسوا بشكل نظامي، لا لأي ناس من بره الأكاديمية حتى حابين ان هم شايفين موهبة في ابنهم أو بنتهم، يقدروا ان هم يقدموا لهم عندنا في مركز تنمية المواهب، وبيدرس كورس، وبعد الكورس بيتم عمل حفل مثلا للطلبه اللي خلصوا الكورس بتاعهم، واهاليهم بيجوا يتفرجوا عليهم، ونفس النظام. الاول كان دورها خدمي خاص بطلبه الاكاديميه، بس دلوقتي بقى عندنا بقى ان احنا بنعلم حتى الناس اللي بره الاكاديميه اللي عايزين يدخلوا اولادهم لمجال فني معين. في مهرجانات بتقام على القاعه؟ كان في مهرجانات بتقام على القاعه طبعا، في كذا مهرجانات مثلا تكريمات في السينما، في مسرح، في اي حاجه، حتى الحاجات بتاعه رمضان المفروض تكريمات للمسلسلات او كده، هكذا كان بيتعمل عندنا في القاعه. السينما هي فن مستقل بذاته تماما. السينما
فن الخيال وفن الحقيقه وفن الحب وفن العنف. الدنيا ليل والنجوم طالعة تنورها، نجوم تغير النجوم من حسن منظرها. الدنيا ليل والنجوم طالعة تنورها، نجوم تغير النجوم من حسن منظرها. اللي بدأت الفنون وفي ايدكوا اسرارها، اللي بدأت الفنون وفي ايدكوا اسرارها. دنيا الفنون دي جميلة وانتوا اصغرها، والفن لحن القلوب يلعب بأوتارها، والفن دنيا جميلة